تزوجت في القطار وأسلمت على يد حماتها ماري منيب الحماة الشريرة وأيقونة الضحك. استطاعت ماري منيب بأعمالها وإتقانها للأدوار التي قامت بها أن تحفر مكاناً في قلوب محبيها، وتميزت جميع أدوارها بالأداء الكوميدي الذي لا ينسى أبداً. كانت بداية ماري منيب الفنية كراقصة في الملاهي الليلية، ثم بدأت حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح. انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1937، كما عملت ماري منيب في العديد من الفرق المسرحية، منها فؤاد الجزائرلي وبشارة وكيم وعلي الكسار ونجيب الريحاني. أما في السينما فقد بدأت العمل في منتصف الثلاثينيات، ووصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، منها الحموات الفاتنات، حماتي ملاك، حماتي قنبلة ذرية، لعبة الست، أم رتيبة، لصوص لكن ظرفاء. كانت الزيجة الأولى لها من داخل عربات أحد القطارات المتجهة إلى الشام لتبدأ عملها في إحدى الفرق الغنائية هناك، وخلال رحلتها تعرفت على الممثل الكوميدي فوزي منيب، وتبادل الثنائي نظرات الإعجاب، ولم تمضي سوى دقائق قليلة حتى تزوجا داخل القطار، وكان عمرها في ذلك الوقت 14 عاما. وبعد أن علمت والدتها بهذا الأمر غضبت وعارضتها بشدة، واستمر رفضها لهذه الزيجة حتى أنها حاولت إجباره على تطليق ابنتها، لكنها لم تنجح في ذلك، وبذلك حملت ماري اسمه وظلت محتفظة به حتى بعد طلاقها، وأنجبت منه ولدين. سافرت ماري وزوجها إلى لبنان بعد موافقة أمها، وعمل معا هناك وجنيا أموالا كثيرة، لكنه طلقها بعد أن تزوج عليها في السر من فتاة كانت تعمل معهما في نفس الفرقة تدعى نرجس شوقي. أما الزيجة الثانية فكانت من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنتا، وعاشت ماري مع أسرته المسلمة، وتأثرت ماري بالطقوس الإسلامية وتلاوة القرآن الذي كان يتلى كل يوم في منزل حماتها، وكانت تشرح لها معاني السور، وحفظت بعض آيات القرآن. ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937.